السلام عليكم. النهارده معانا اكله ظريفه لطيفه حلوه قوي سريعه. لو مش عايزين نطبخ ومكسلين او تعبانين او عايزين ناكل حاجه خفيفه، يبقى هنعمل النهارده مع بعض شكشوكه. ادي دول 5 بيضات، ويلا بسرعه نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي اهو انا حطيت معلقه كبيره من السمنه ونتوصى بيها شويه، معلقه كبيره حلوه كده، طبعا على حسب البيض والبصل اللي احنا هنحطه. فلو انتي عندك عايزه تعملي العدد كبير، طبعا زودي البيض وزودي البصل زي ما انتي عايزه. وادي دول 3 بصلات كبار مفرومين، او قطعيهم او سلايدات زي ما انت عايزه، قطعيهم بالطريقه اللي تحبيها. طبعا لو انتوا بتحبوها ان هي ما تبقاش ظاهره في الاكل قوي او مع البيض، تعملوها زي ما انا عاملاها كده، فرموها في الكبه، تاخد وش معايا شويه صغيره كده وتحمر، تدبل معايا حبه كده. وبعدين ننزل بالتوابل بتاعتنا. هننزل برشه من الفلفل الاسود، وربع معلقه ملح، وربع معلقه ملح بشطه كمون. ونقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي لحد ما البصل بتاعتي تدبل معايا. ودلوقتي بقى ننزل بالفلفل. دول قرنين فلفل رومي على قرن فلفل طويل، وطبعا المفروض ان انا احط طماطمتين، بس احنا بنحبها من غير طماطم، بتبقى طعمها احلى كتير. فانا بكتفي بس بالفلفل مع البصل، ونتبلهم كويس قوي. وبعدين نرب البيض وننزل بيه، خلينا نتبلهم كويس قوي. وادي البصله اهي معايا اخدت لون، وطالما اخدت لون بالشكل ده اللي هو اللون الذهبي الجميل ده، ننزل بالبيض بتاعنا بعد ما نكون ربيناه تمام كده. نقلبه كويس طبعا مع البصله والفلفل لحد ما يستوي، وبعدين نقفل عليه. وادي اهي بعد ما خلصت معايا، شايفين بقت مفلفله ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه. يلا بينا بقى نقدمه. وادي الشكشوكة بعد ما غرفناها، يعني ما شاء الله عليها أكلة ظريفة كده وخفيفة. نعمل معاها بطاطس أو شوية سلطة، شوية مخلل، أكلة كده رايقة وهادية وحلوة قوي. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.